السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده دايما كويسين وبخير يا رب. النهارده كده هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده العدس بتاعنا الجميل ده. وطبعا من العدس بتاعنا ده من الاكلات الشتويه اللي طبعا بنحب نعملها مع المحشي الكرنب وكده. يعني العدس ومحشي الكرنب دي من الاكلات الشتويه الجميله ومفيده جدا لاطفالنا ومفيده جدا لتقويه المناعه وجميله يعني. وزي ما انتوا شايفين كده دي مكونات العدس بتاعنا. هو عبارة كده عن عدس وربع كيلو عدس طبعا كان مغسول كويس جدا، ومعاه نص كيلو جزر، نص كيلو طماطم، بصلاية كبيرة، 5 فصوص توم. هنحط كل ده كده مع بعض في قلب الحلة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا كنت غاسلة العدس كويس، وبعد كده مسكت كده شوية مية في حلة وحطيتهم كده على النار، ونزلت كده بنص كيلو طماطم. ولو عايزة تكتري او تقللي دي حاجة حسب الرغبة يعني براحتك. وبعدين كده حطيت 5 فصوص توم، وحطيت قرن فلفل نص يعني اخضر ونص احمر، وحطيت بصلايه كبيره. والتوابل بقى بتاعتنا شويه كمون، شويه فلفل اسود، وشويه وورق لورا، واحده قرفه. وحطيت شويه كركم كده صغيرين زي ما انتوا شايفين كده، واحده شوربه ماجي. لو انت عندك شوربه فراخ او شوربه لحمه متعانه عندك ممكن تعملي العدس عادي بالشوربه دي. بس انا طبعا ما كانش عندي فكنت عاملاه بميه كده، فكنت حاطه له واحده مرقه دجاج يعني. مش عايزه اقول لكم العدس تعمليه بالطريقه دي بيبقى ريحته جميله جدا. وبعد ما بيستوي بقى كل المكونات اللي انت حاطاها دي بتستوي كده والريحه بتاعته بتبتدي تطلع. مش عايزه اقول لك اكنك انت طبعا حاطه لحمه وفراخ، او ريحته بتبقى احلى من اللحمه والفراخ بجد والله. لما بتعمليه بالطريقه وبتحطي المكونات اللي انا بقولك عليها دي، وبعد ما بيستوي كده خالص والمكونات دي كلها تستوي، طبعا الجزر بيستوي والطماطم، وفي ناس بتحط بطاطس، بس انا طبعا يا حبايبي ما بحبش احط طبعا البطاطس، عشان البطاطس بتعمل له طعم كده مش حلو يعني. ما برضاش طبعا احط يعني بطاطس، انا بكتفي بس بالجزر زي ما انتوا شايفين كده والطماطم والبصل. طبعا بقى انا بضربه في الخلاط، انا بصفي كده بالمصفى بس الحب بس كده، وبحطه كده في الخلاط، هو ده اللي انا بضربه. يعني ما بفرمش الميه معاه. ممكن اخد بس شويه ميه كده اللي هو ايه اعرف اضرب بيهم الحاجات دي. وبضرب بقى وبصفيها كده كويس جدا من الشوربه، وبحطها كده كلها كل الكميه بتاعتي في الخلاط. وبضرب بقى كل العدس كده في الخلاط، وهوريهولكوا برضو دلوقتي شكله عامل ازاي. مش عايزه اقول لكم بجد والله يعني. انتي عايزه تعمليه تقيل هتغمزي ممكن تعمليه تقيل عادي براحتك، ولو عايزه تعمليه مثلا خفيف زي ما انا هعمله كده دلوقتي وتسقي كده عيش يعني في قلبيه وتاكليه، بيبقى بصي في تلك الحالتين يعني بيبقى طعمه تحفه وجميل جدا. ومن اكلات الشتويه الجميله ومفيده جدا لاطفالك، وفيها يعني كميه يعني الخضروات والحاجات اللي انت بتحطها دي فيها كميه كالسيوم عاليه جدا، وفيتامينات لاطفالك كده وحاجات جميله يعني. مش عشان يعني ان هو عدس ورخيص والكلام ده. عدس لا لا بجد هو اصلا مش رخيص يعني، هو غالي. مش عايزه اقول لكم الكيلو بقى بحاجه و30 جنيه يعني. بس والله جميل جدا ومفيد وحاجة جميلة. أنا يعني من عشاق العدس بجد والله، وليه كذا طريقة بتعمليه بيها. بس أنا بحب الطريقة دي سريعة وسهلة وما بتاخدش معاكي وقت يعني. وجبت كده طبعا حلة تاني كده صغنونة، أنا كده فرمت طبعا العدس وحطيته كده كله في قلب الشوربة بتاعته، رجعته تاني في قلب الشوربة. ومسكت كده حلة تانية حطيت فيها شوية زيت وشوية شعرية زي ما انتوا شايفين. لو انت عايزة العدس بتاعك يكون تقيل وهتغمزيه بعيش ممكن بتكتري كمية الشعرية. لو انت عايزه العدس خفيف عادي بتقللي كميه الشعريه. طبعا انا حاطه على كميه العدس اللي انتوا شايفينها دي كلها حاطه بس ربع كيلو شعريه. لو انت عايزه يبقى العدس بتاعك كتير ممكن تحطي نص كيلو عادي يعني براحتك زي ما انت تحبي. طبعا انا حطيت الشعريه كده قلبتها قلبتين في الزيت، وهنزل بقى كنت برضو دقه كده شويه توم يعني. مثلا نص راس توم كده كبيره كنت دقاها كده في قلب الهون، وبعد كده نزلت ما عملتش ده في مكان وده في مكان. لا انا خليت الشعريه كانت خلاص داخله كده على ان هي تصفر كده زي ما انتوا شايفين. ونزلت بمعلقه التوم الكبيره هقلب طبعا الشعريه مع التوم والاتنين كده في قلب بعضيهم، وطبعا لغايه اما التومه بتاعتنا تاخد لون مع الشعريه. هنزل بقى بالتومه والشعريه كده في قلب وش العدس بتاعنا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا لي كده زر الجرس، وتعملوا لي تعليق حلو كده تشجعوني فيه. يا ريت يا ريت بجد يا جماعه. انا قناه طبعا انتوا عارفين اسمها ام العيال في البيت بيتي. فيا ريت بقى تدعموني كده وتشتركوا لي في القناه، واللي اول مره يشوف القناه بتاعتي
ولسه يعني اول مره يشوفها وكده يا ريت يعمل لي لايك حلو كده ويعمل لي كومنت ويشترك لي في القناه، ويا ريت بجد بجد ما تنسوش. وبقى كده يا حبايبي قلبنا كده طبعا التومه مع الشعريه، وهنفضل نقلب فيهم كده لما ياخدوا طبعا اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا التومه كان لونها اصفر كده جميل، يعني مش مخليتهاش خدت لون قوي، والشعريه برضو خدت اللون الذهبي الجميل ده. وهنزل كده الاتنين كده على الوش بتاع العدس بتاعنا. مش عايزه اقول لكم بقى ريحته بتبقى جباره ساعه ما بتيجي تطش الطشه دي. وهسيبه بقى كده يغلي غلوتين كده مع نفسه على النار لغايه اما يستوي. وهنقدمه دلوقتي، وبرضه هتشوفي منظره دلوقتي وهو متقدم شكله كده حاجه روعه وما شاء الله، وحاجه جميله يعني، وبالهنا والشفا كده يا رب كده على قلبكم. وكده بقى يا حبايبي خلاص، يعني انا احمرت معانا كده خالص. وهنزل كده بقى في وش العدس بتاعنا، وهنزل كده كل كمية الشعرية اللي معانا والتوم. شوفوا التوم لما جه عمل على الوش كده طبعا اللون بتاعه باين ان هو كان متحمر وكده، ما كانش لونه باين في الشعرية، كان لونه ابيض. بس لما نزل بقى على العدس بتاعنا كده بقى لونه ذهبي كده جميل على على وش العدس. وطبعا سبته كده لما استوى بقى خالص كده براحته، وقدمته كده زي ما انتوا شايفين. طبعا لو انت عايزه بقى تكسري عليه عيش وتاكليه كده زي التسقية، عايزه تغمزيه كده بالعيش براحتك، حسب ما انت بتحبي يعني. وده كده العدس بتاعنا وشكله كده جميل زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، وريحته جميلة وطعمه اجمل. وبالهنا والشفا كده على قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.